السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. انا جايب لك معلومه النهارده عن الراوتر اللي قدامك ده، اللي هو الموديل بتاعه بالتحديد زد تي اي 168 ان. تمام. الراوتر ده من شركه اتصالات طبعا، ونزلته برضو شركه اورنج، وطبعا نزلته برضو شركه وي في فتره من ضمن الفترات. حابب اقول لك ان الراوتر ده فيه ميزه بتختلف عن اي راوتر تاني، علاوه على ان شبكه الواي فاي بتاعته كويسه. انا جاي لك النهارده اقول لك لو الراوتر ده موجود عندك اوعى تفرط فيه. ليه بقى؟ هقول لك. اولا انت الفتره اللي جايه هتبقى كلها خطوط فايبر وكده. تمام. خطوط الفايبر هتبقى على اعتماد حاجه زي كده. جهاز زي اللي موجود قدام حضرتك ده بيجي الكيبل بتاع الفايبر، بيجي بيدخل هنا حاجه زي اشاره كده، كابلات ضوئيه يعني. تمام. الكابل المفروض انه بيدخل في الفريم ده، وبعد كده بيدخل على السوكت بتاعه من هنا. بتبدأ ان حضرتك تخرج من الجهاز ده اي كابلات ايثرنت عندك. وللاسف الجهاز ده مش هيدعم الواي فاي على طول يعني. تمام. يعني مش هتلاقي جهاز فيه الكلام ده كله، يعني فيه الدخله دي ويدعم الواي فاي. فانت عندك اصلا الراوتر ده، يعني شركه اتصالات كانت مسبقه هي وشركه اورنج وشركه وي كانوا مسبقين بالراوتر ده. عشان كده عندك المخرج اللي هو الرابع ده، المخرج الرابع ده بيشتغل وان. يعني حضرتك هتبقى مستغنى عن المخرج اللي هو بتاع الدي اس ال العادي ده مش هتستخدمه. اكبر دليل في اللي انا بقول لك عليه ده، لو حضرتك جيت شغلت الراوتر ده دي اس ال دلوقتي، وجيت ان انت وصلت من المخرج الرابع ده في لابتوب، هتلقى ان الراوتر معاك فصل الدي اس ال ما اشتغلش، والمخرج الرابع فصل معاك برضو ما اشتغلش. يعني الراوتر ده يعتبر 3 بورت اصلا، اللي هو 1 و2 و3، انما الرابع ده بتاع الوان. لدرجه ان انت في راوتر اورنج اصلا، يعني راوتر اورنج اللي خلاني اخدت بالي من الحته دي، راوتر اورنج المخرج الرابع من ده بتلاقيه لونه برتقالي، انما الباقي كله لونه اسود. تمام. فمعنى ذلك انه الرابع ده مختلف شويه. انا لما سالت عن الموضوع واتاكدت منه، اكد لي المعلومه دي فن من شركه اتصالات، واكد لي برضو المعلومه فن من شركه اورنج. ده كانت معلومه كده حبيت ان انا اشاركها معاك. اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. شكرا ليك على المشاهده.